اهلا وسهلا بكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هيكون فيديو قوي جدا. فيديو للناس المهتمه بالتصوير والفلاتر، فلاتر الانستجرام والكلام ده كله. النهارده جايب لكم ابلكيشن صغير جدا، حجمه مش جايب 20 ميجا، متوفر على متجر جوجل بلاي. تخش عليه وتكتب اورنج تيل. تمام. التطبيق ده تحفه جدا، تحفه. عايزك بس قبل ما الفيديو يبتدي يا ريت تصلي على حبيب النبي وتذكر ربنا. ولو حسيت ان الفيديو فادك يا ريت تنزل تشترك وتحط لايك. قبل اي شيء، انا عايز افهمك ان الابلكيشن ده فيه 100 ميزه. اول ميزه ان حجمه صغير جدا. تاني ميزه ان الفلاتر اللي فيه معدوده على الايد، يعني تقريبا بتاع 10 ولا 15 فلتر، فاهمني؟ معدودين كلهم، مش فلاتر كتار، بس فلاتر مطلوبه جدا وبيدفع قصادها فلوس من الاخر. انت بتخش على التطبيق عادي جدا بالشكل ده. هتستنى لحد ما تجيلك القائمة اللي بتتكون من 3 خيارات دي. تدوس على لود بيكتشر عشان تضيف الصورة اللي انت عايز تعمل لها الفلتر اللي انت عايزه. فانت بتدوس هنا اهو، اختار المعرض. هو بس هي بتهنك شوية عشان انا بصور يعني، لكن هو في الطبيعي سريع جدا يعني. المهم، هتختار الصورة اللي هنعمل لها ايديت، وليكن مثلا ارفع دي كده لفوق. نختار الصورة دي مثلا يعني انا اخترت الصورة دي بس الايه، لان هي هيبان فيها الفلاتر كلها. طبعا وليكن ان الصورة بتاعتك هي هنا. فانت بص، عندك الفلاتر دي كلها فلاتر مطلوبة جدا. شايف هما مش مكملين 20 فلتر. مثلا فلتر زي ده، فلتر زي ده. شايفين فلاتر جميلة جدا، وتقدر تستخدمها في صورتك. لا محتاجة ان انت تكون بقى جرافيك ديزاينر ولا مش عارف ايه، لا انت كل عليك بس بتختار الفلتر اللي يعجبك. يعني ده جميل جدا وبتضيفه عندك وخلاص. فاهم؟ وده بتتحكم في شدة وقوة الفلتر، هل عايزه قوي قوي ولا عايزه. انا بحب اسيبها للاخر عشان الفلتر يتطبق بشكل كامل. شايفين فلاتر تحفة يعني؟ عندك فلتر زي ده جميل قوي، وده اي صورة بقى. تمام. انا عن نفسي ما حبيتش اطول في الفيديو ده، بس هوريكم برضو تاني. بتختار هنا المعرض اهو. نختار صورة تانية مثلا، وليكن صورة ليا انا. مثلا هات الصورة اللي هي دي مثلا. فالصورة طبعا بتنزل عندك بالشكل ده. بصوا يا جماعة، بصوا الفلتر ده جميل جدا اللي هو الاكوا ده. بصوا، بختار منها الفلتر اللي انا عايزه. تمام. وليكن مثلا الفلتر ده عجبني، او ده انا شايف كويس قوي. بدوس من هنا على سيف عشان الصورة تتسيف معايا. كده الصورة اتسيفت معايا، ولو دخلت على الاستوديو هلاقيها. طيب تعالوا نخش على الاستوديو ونجيبها عشان برضو يبقى الكلام واضح معانا، ونبقى الكلام صح اهو يا جماعة. اهي ورا اهي. بصوا. بس يا شباب، ده كانت حلقة النهاردة. اتمنى لو الحلقة عجبتكم تنزلوا تشتركوا وتحطوا لايك للفيديو. متنسوش بقى تصلوا على النبي وتذكروا ربنا. والسلام عليكم. باي باي.